بيحضر نادي ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الأسباني يوم 30 في الشهر الحالي، وده بعد عودة منافسات الدوريات الأوروبية بعد انتهاء بطولة كأس العالم. وصرحت الصحف الأسبانية إن المدير الرياضي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي هيبدأ المباراة بالثلاثي أسينسيو وكريم بنزيما وإيدن هازارد ضد بلد الوليد في التشكيلة الأساسية. واستخدم المدرب كارلو أنشيلوتي الثلاثي ده في المباراة التحضيرية ضد نادي ختافي. والأنباء دي بعد العودة المتأخرة لفينيسيوس ورودريجو للتدريبات الجماعية مع الفريق، وده كفيل بأن المدرب كارلو أنشيلوتي يبدأ المباراة بالثلاثي الناري.